ايه المعنى الحقيقي للحدود؟ بنعملها ليه؟ ليه بنحط حدود لينا؟ وليه اللي حوالينا بيحطوا حدود ليهم؟ ايه المنطق من وراها؟ طب هل هي حقيقية لما بنحترمها، لما بنحس ان انا ليا حدود معينة مش قادرة اتخطاها، ولا اللي قدامي مسموح له يتخطاها؟ تبقى مفيدة بشكل او باخر. لو انت بتقول له انا بحبك، بس لو هتغلط في حقي الموضوع هيختلف. ازاي اوصل اللي قدامي حدودي؟ ان انا اقول له انا محتاجة كذا وكذا وكذا وكذا، بيضايقني وكذا بيفرحني وكذا، بحس ان انا هنا انا مضطرة مجبرة اعمل حاجة معينة، وامتى انا محتاجة حد يسمعني، او امتى محتاجة حد يفكر معايا، وامتى محتاجة حد يقول لي اعمل ايه. كل دي حدود. انا بحب ايه، انا بكره ايه، وايه اللي انا ببقى حابة اسمعه منك عشان احس ان انت بتخليني اقرب منك وبسمح لك تقرب مني. كل دي حدود. فالحدود دي انا اللي بخلقها بناء على رغباتي وافكاري واحتياجاتي وانا مين، واقدر اقدم ايه اللي قدامي ومستني ايه من اللي قدامي. فكل ده محتاج اعرفه جوايا، وبالتالي ابدا احط عليه حدود. طيب في نفس الوقت ببقى لازم اعرف انا منتظر مني ايه وليا ايه وعليا ايه. يعني انا اللي قدامي ده مستني مني ايه؟ طب هل ده متوافق مع حدودي الشخصية اللي هو 1 2 3 4 اللي رتبها من قبل كده؟ فانت لو سايب الدنيا على البحري ومفتوحة ليك وللي قدامك، ومش حاطط ليميت، وفي نفس الوقت مش حاطط ضوابط ليك وللي قدامك ان انتوا تحترموها وتمشوا عليها، لو متابعنا لموسى سايكوثيرابي هتعرف تحط حدود ازاي، وازاي تقدر تخلق مساحة الأمان اللي بينك وبين الشخص شريك حياتك أو صديقك أو حد من أفراد عيلتك، إن أنت تبقى مرتاح فيها، لا أنت متجاوز حدودك مع اللي قدامك ولا هو متجاوز حدوده معاك. لو مش متابعنا فخليك معانا لحد آخر الفيديو عشان تعرف تفاصيل أكتر إزاي تفرض حدودك على اللي حواليك. أول حاجة عشان أحط حدود للي قدامي، فأنا أبقى حددت أنا عايز إيه منه وقادر أقدم له إيه، وإيه اللي بيفرحني وبيزعلني وبيخليني قادر أقدم أكتر، في نفس الوقت قادر أستقبل. طب أنا حابب أستقبل إيه ومش حابب أستقبل إيه، إيه اللي متوافق معايا وإيه اللي مش متوافق معايا. دي أول نقطة. لازم تبقى عارف واعي بذاتك أنت عايز إيه من جواك عشان تقدر توضح للي قدامك أنت عايز إيه منه، قادر تستقبل منه إيه. دي تاني حاجة. أنا إيه اللي متقبله منك؟ أنا متقبلك أنت كشخص، كشخصية، كتفكير، تصرفات، كمعتقدات، كلايف ستايل. طب ايه اللي انا مش قادرة اتقبله؟ ودي النقطة الاهم في العلاقات اللي مش كل الناس بتاخد بالها منها. كله بيركز على المشترك بيننا ايه، ايجابياتنا ايه مع بعض، مميزاتنا ايه، في كل واحد مميزاته ايه، ايه اللي عاجبني فيه، بس محدش بياخد باله هو احنا في ايه بيننا مش متفقين عليه. لان في الاول في الاخر العيوب درجات، فانا لازم اشوف ايه العيوب اللي انا فعلا استحالة اتقبلها، وايه الحاجات اللي انا ما عنديش استعداد اتنازل فيها ولا عشانها. كل ده بيساعدك ان انت تفرض حدودك على اللي قدامك. طول ما انت محترم انا كشخص استحق ايه وعايز ايه، هتلاقي اللي قدامك غصب عنه حتى لو ده مش طبعه بيحترم ده فيك، وبيحاول ان هو لو في طبع التجاوز ما يتجاوزش، ويفكر 1000 مرة قبل ما يتجاوز. فانت كده فرضت حدودك، انت كده علمته انا ايه واستاهل ايه ومش هقبل منك ايه. والحاجة الاهم ان زعلك ما بقاش هين، ما بقاش عادي ان انت تزعل، تتراضى. هكلمك اصالحك او هعمل فعل هيصالحك، هعرف اصالحك، انا ضامن ده، انا ضمنتك خلاص، انت حق مكتسب اساسا. فكل ده جه ليه؟ عشان انا تهاونت، تنازلت، تغاضيت، طنشت، اتعودت وعودت اللي قدامي ان عادي يعني هيتصالح، هتمشي. طيب انا فرضت حدودي وقلت انا عايزة 1 2 3 4، وعرفت اللي قدامي في نفس الوقت هو عايز مني ايه، حدوده ايه، ومع ذلك جه وقت من الاوقات اللي قدامي ما استجابش لحدودي او تخطاها. انا استجابتي تبقى ايه على فعله؟ اول حاجة ان انا محتاج اوضح انا فعلا محتاج ايه، الاسطوانة المشروخة، اعيد وازيد انا عايز ايه من غير ما ابرر. انا الاول كنت ببرر، كنت بقول انا عايزة كذا كذا وكذا عشان كذا وكذا وكذا. دلوقتي ما ببررش، انا مش اول مرة اقول الكلام ده. تاني حاجة ان انا استعمل اسلوب تساؤل. بمعنى ايه اسلوب التساؤل؟
ان انا بقول له هو ايه الصعب لما بقول لك انا عايز كذا 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 ومش عايز كذا كذا؟ ايه الصعب في الحدود اللي انا فرضاها وعايزاها ومستنياها منك؟ ده اسلوب التساؤل. ده بيخليه هو يسأل نفسه انا ليه ما بعملش اللي الشخص ده عايزه مني، بيحطه قدام نفسه كمراية. تالت حاجة اسلوب تأكيد الرسالة. يعني انا بقول له بكل اختصار انت شايف لما بتتجاوز في النقطة الفلانية في الموقف الفلاني بأسلوب معين ما بنتوصلش صح، ما بقاش قادرة أتعامل معاك، ببقى حاسة إن إحنا بعيد. فده بيرجعنا كام خطوة حلوين عن الفعل ورد الفعل والسبب وراهم إيه، بيرجعنا كام خطوة حلوين لورا أنا واللي قدامي. خلينا كده نفصل من لحظة الغضب أو العند أو أيا كان الصفة اللي بتبقى ورا الفعل ده، ونقول هو إحنا بعيد ليه. رابع حاجة إن أنا بستخدم أسلوب مختلف، واللي هو بيبقى إنذار وتحذير في نفس الوقت لنفسي وللي قدامي. خلي بالك تاني أنا بحبك، بس زعلي هيهون عليك، تقصيرك أو تجاوزك في موقف معين أو في فعل معين أو في أسلوب حياة هيبقى بسيط وعادي بالنسبة لك وتعود مع الوقت وسلوك، هنختلف، هنفضل مستمرين كده. هو ده تمام لما بحط نفسي وبحط اللي قدامي برضو في الصورة وبخليه يبدل الكرسي معايا. تاني ارجعوا للفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه عن تبادل الأدوار والكراسي، ان انا ببدل الكرسي مع اللي قدامي، احط نفسي مكانه. هو عامل كده ليه؟ وهو يحط نفسه مكاني، هو ليه بيعمل معايا كده؟ هيخليه يهدى وهبقى نبهت اللي قدامي وعملت اللي عليا، فانا خلاص انا بحاول بس انا عارف ان انا عامل اللي عليا. خامس حاجه واللي هي انه انا ببدا افكر لو اللي قدامي ما بيتجاوبش معايا وكل الاساليب دي مش نافعه ومفيش اسلوب بيغير حاجه، هو مستمر على كده، انا فعلا قادره اكمل ولا اقنن العلاقه ولا انهيها؟ سادس حاجه اللي هي اخر حاجه ان انا افضل متمسكه بالحدود اللي انا رسمتها لنفسي وللي قدامي، لان لو تنازلت عنها فانا تنازلت عن احترامي لنفسي وتقديري لنفسي، وبالتالي ملومش على اللي قدامي في ان هو تجاوز في حقي وما زعلش. واكتر زعل بيحصل وقت الانفصال هو ان اللي قدامي بالنسبه له كده عادي زعلي، عادي سابني، عادي سبته، عادي زعلنا، كل ده عادي، هونت عليه وهان عليا. طب ده ليه؟ اسال نفسي في المقام الاول عشان انا هونت على نفسي. هي دي فايده الحدود. عندي سؤال بقى لكل شخص بيشوف الفيديو ده، هل انتوا شايفين، انت او انتي شايف انه انتوا فعلا حاطين حدود في حياتكم لنفسكم ومخلين اللي قدامكم يلتزم بيها وانتوا ملتزمين بيها، ولا على حسب؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.